الزمالك هرب. انسحاب نادي الزمالك أمام النادي الأهلي رسميا وبقرار ممضي ومختوم من حسين لبيب ومجلس العار. حسين لبيب ومجلس العار، وحقول لك كل التفاصيل. الجزء الثاني: إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك أو على نادي الزمالك. ما خلاص متعودة دايما سمعتنا بقت في الأرض، دايما بقينا ولا المجرمين، دايما بقينا ولا النصابين، دايما والله. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ادخل لك على طول كده، ارزع اللايك، اضرب اللايك يا محترم، وعاوز الفيديو ده يلف مصر كلها. وما تنساش تصلي على حبيبك وسيدك وشفيعك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ايقاف قيد نادي الزمالك بسبب جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك. ليه 120,000 دولار. اديله فلوسه. ولا انتوا ضحكتوا علينا وقلنا سوينا مستحقاته وملهوش حاجة وتصورتوا معاه وزي الفل، وبعد كده ضحكتوا علينا وما التزمتوش بدفع القسط. نظرية المؤامرة. النادي الأهلي هو اللي بيعمل كده. اسمع مني، اسمع. لا، النادي الأهلي هو اللي خلى جوزيه جوميز يوقف قيد نادي الزمالك. ده بقى هيقولوه الجماعة العواطلية، الجماعة المدلدلين بالعربي، ويعني محدش يزعل. ده بخصوص جوزيه جوميز، وخلاص رفع الشكوى ليه الفيفا خلاص، واسمنا منور في الفيفا. على اي حتة في جسمها تنور، تحط مش عارف ايه تنور على مش عارف ايه بالظبط كده والله العظيم. طيب، وفي شكوى جديدة جاية باسم محمود بن تايك اللاعب المغربي. والله العظيم محمود بن تايك برضو هيشتكي نادي الزمالك، واتخذ الاجراءات القانونية ايضا لطلب مستحقاته. امال ايه ده الجديد ده النهارده؟ محمود بن تايك اتخذ الاجراءات الرسمية لشكوى نادي الزمالك ان هو ما دفعلوش من مرتبه 4 شهور. لاعب محترف اجنبي ما يدفعلوش 4 شهور، وبعد كده لما يروح النادي الاهلي نقعد نبكي ونقول النادي الاهلي صح. طيب، لايك وشير وصلي على حبيبك وسيدك وشفيعك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انسحاب نادي الزمالك امام النادي الاهلي. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك اصله الميزانية مش سامحة. لا، نادي الزمالك انسحب امام النادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة اليد. اسمع الكلام بقى واسمع الجديد ايه؟ ان نادي الزمالك وقع في نفس المجموعة بتاعت النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا لكرة اليد. يعني الاهلي الزمالك ومعاه فرقتين تاني. هوب يروح نادي الزمالك ينسحب خوفا من النادي الاهلي. طيب هتقول لي طيب هو خايف؟ هقول لك هو خايف بدليل ان هو راح يلعب في كأس الكؤوس عادي. اصله طلع الاستاذ عمرو الدرديري قال لك نظرا للظروف الماليه. طب الظروف الماليه اللي هتنطبق على دوري الابطال هي اللي هتنطبق على كأس الكؤوس، لكن انا خايف من النادي الاهلي وخايف من الماتش ده هيبقى فضيحه بجلاجل، فرحت انا انسحبت من امام النادي الاهلي. اقسم برب العزه نادي الزمالك مجلس العار ده جابوا لمسه اكتاف في جميع الالعاب. فما تزعلش انت كمشجع زملكاوي لما تلاقي شيكو بنزا رايح النادي الاهلي في يناير. ما تزعلش لما تلاقي اللاعب البرازيلي رايح النادي الاهلي. ما فيش فلوس، ما حدش دفع له المرتب بتاعه، فما تزعلش. فهنا احنا بنتكلم في صاحب القرش صياد، وحدث عند النادي الاهلي في مسألة الفلوس زي ما انت عاوز. السلام عليكم.